النهارده شرفني ان انا اكون بين اولادي واخواتي الصغيرين في مستشفى 57. بقول لكم بس بحكي لكم قصه بسيطه عن شهيد من ابطال حرب اكتوبر ضحى علشان مصر تعبر لبر الامان ويسترد الكرامه المصريه للجيش المصري. هو الشهيد محمد زرد اثناء حرب اكتوبر المجيد لحد يوم 9 كانت جميع القوات المسلحه المصريه عدت البر الثاني. هو شهيد محمد الله يرحمه خد مجموعه معاه من الفدائيين، دمر النقطه من فوق، كان فيها حوالي قوه النقطه كان حوالي 50 فرد اسرائيلي، 50 عسكري اسرائيلي. مات حوالي 20 واسر 30 واحد. هو طلع بعد ما اقتحم النقطه فبيركب العلم المصري عليها، بيعلق العلم المصري. النقطه 49 كان فيها عسكري اسرائيلي كده مستخبي ورا الدشمه كده، راح ضربه في بطنه هنا كده، فبقى يحط مع ايده في بطنه لحد ما علق، ما ركب العلم على النقطه القويه 149. احنا حاربنا في 73 العدو، انتوا برضه بتحاربوا المرض، وربنا ان شاء الله هيشفيكم وتبقوا زي الفل وتطلعوا برضه تنضموا لصفوف القوات المسلحه وتقولوا انه كان فيه العميد محمود زرد جه حكى لنا كنا صغيرين اطفال وكبرنا ودخلنا الجيش، وتفتكروا قصه الشهيد محمد زرد.